جاء السرور وقد لاحت بواديه، يا سعد عرج به وانزل بواديه، أنس وبسط وإخوان قد اجتمعوا، وصف عيش سألت الله يبقيه. أهلا بكم مشاهدي الكرام مع هذا الصوت العذب الرائع، مع هذا الصوت حقيقة الذي يبعث في النفس كثيرا من الأمل، لأنه صوت حجازي من هنا انبعث من الحجاز، يعيد بنا الذاكرة إلى الوراء لنعيش مع أهل الحجاز. هذا هو المجس الحجازي، وصاحبه هو الأستاذ بسام لبان الذي باسمكم جميعا حقيقة أرحب به. فأهلا وسهلا بك أستاذ بسام. حياك حبيبي، الله يرضى عليك. صباحك سعيد وجميل أستاذ بسام. وأنت أسعد حبيبي، الله يرضى عليك. وإحنا سعداء حقيقة بوجودك معنا. أولا أشكركم على الاستضافة الحلوة قبلك وقبل الأستاذ عبد الرحمن. فيعني قاعدين نجهز ايش نقول ايش ما نقول، فالحمد لله يعني قدرنا نضبط الامور. جات حلوه يعني يا رب لك الحمد. خليني اردك 40 سنه ورا. لا انا عمري 27 سنه. انا ابغى اعرف الاستاذ بسام الولاده والمنشا فين؟ طبعا انا ولدت في جده، تمام، اظن في عام 1405 كويس، تمام. فسبحان الله في تلك الايام انت تقول اظن زي حالتي ما تحفظ التواريخ، احنا بالبركه. لا بالبركه. ايوه كويس. كم عمرك؟ اقول له 12. نصغر حالنا شوي. فالحمد لله يا رب لك الحمد. طبعا دخلنا المدرسه فين؟ في جده في البلد ولا في المحروقات في البلد. كويس، تمام. فبدأ سبحان الله في المدرسه، في مدرسه جعفر بن ابي سفيان، كانت شويه بعيده في كيلو 13. مشي على الجول؟ لا عاد بالحافلات، عاد بريالين راحه ورجع، 4 ريال، هذا غير المصروف. كويس. تمام. فمن ذيك الايام من الابتدائيه، طبعا من ثاني ابتدائي، في حصه القران الكريم، فكنت ملم بالصوت، يعني انه اقلد الشيخ السديس. ذيك الايام كان الاصواتهم جميله المعروفه في الاعلام وكذا، كان قليل جدا يعني. فبدأت أقلد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمه. بدأت موضوع الصوت هذا يلعب دور في حياتي يعني. فسبحان الله من ثانية ابتدائي شاركت في مسرحية عن طريق الإذاعة، كان فيها فقرة إنشادية، وتطور الموضوع حبة حبة إلى ما صرت يعني في المسرح ممثل ومنشد، وصرت ركن من أركان المسرح. الحمد لله. فمتوسطة طبعا بدأت الخروج إلى خارج المدرسة، يعني على مستوى جدة 3 مرات، على مستوى جدة أفضل صوت منشد وأفضل قارئ بحكم التجويد. فالحمد لله توفقنا في هذا المجال. في أحد في المرحلة الابتدائية سواء من الأسرة، خلينا وش عن نطاق الأسرة وبعدين ننتقل للناس، اهتم بك أكثر، أعزز هذه الموهبة عندك، دائما يمدحك ويثني عليك فيها في البيت مثلا؟ طبعا الوالد كان دائما بيركز على قضية النغم. لا تعمل كذا، بحر فيها، اعمل كذا، سوي كذا، يعني كانت توجيهاته. الوالد متذوق للنغمة الحجازية، هو صوته حلو ما شاء الله الوالد يعني. يا ما اسمعه كذا، اول ما يشوفني يوقف على طول. ما يبغى يسمعنا صوت. الوالد حي لا زال؟ الحمد لله يا رب. الله يطول في عمره. يقيمك احيانا في بعض الاشياء؟ طبعا ينتقدك؟ طبعا انا برجع له في بعض الاحيان في موضوع النغم وكذا، يقول لي لا حاول انك تسويه بهذا الشكل، حاول انك تعمله بهذا الشكل. يعني هو اللي يحاول يشجعك وانت صغير؟ ايه، وينمي فيك الموهبه هذه، وهذه رساله حقيقه للاباء والامهات، انه اولادكم ايا كانت الموهبه الموجوده عندهم هي تحتاج الى نوع من التنميه والتغذيه بصراحه. الوالده كيف معك؟ والله الوالده عاد تدعي لنا
طب احنا الوالده ما راح نضيع الام بعد شوي، لا لازم نسمع شيء للام حقيقه ان شاء الله. المدرسه طيب، هل في بعض الاساتذه اهتم بك شوي وحاول يحتويك؟ والله انا في يعني تذكر اسماء معينه؟ الدراسه، في النشاط عموما، في النشاط كله يعني، في النظام، في الاذاعه كنت جدا شعلة. ايوه، لكن في الدراسه يعني الا ربع. تمام. فسبحان الله يعني كانت يعني حتى في الثانوي اعطوني تقريبا شبه حصه اسبوعيه انه انا ادرس الشباب الانشاد وكذا. ما شاء الله. الحمد لله يعني شباب من اللي اصواتهم حلوه، فكنت اعلمهم كيف قضيه الانشاد، كيف قضيه ان انا اكتشف انه صوتي حلو ولا مو حلو، كيف انا والله يكون عندي القاء ولا ما عندي القاء، عندي روح الالقاء، عندي روح الشعر، عندي روح. فسبحان الله من ذيك الايام استفدت كمان خبره اكثر من سي عبد الله الشهري طبعا، نداء وحداء، من استاذ ياسر حليس، من اكثر من شخص يعني فادوني في قضيه الانشاد وكذا. فبعدها سبحان الله يعني في تقريبا ثالثه او ثانيه متوسط جت فكره المجسات. طبعا ثالثه متوسط جات فكره؟ ايوه، فكره المجسات تقريبا او من ثانيه. وانا بصراحه لما انبسطت معك كذا ترى اعطيت اشاره للمخرج على انه نطول الوقت معك، فخذ طيب راحتك معنا. طيب، فالشاهد انه يومتها شفت فيصل اخوي طبعا. فيصل كان سابق طبعا. فيصل سابقنا تقريبا ب4 سنين او 5 سنين، وكان نفس المسار ونفس الاتجاه. اي. فسمعت اسوي المجس، خطر الموضوع في راسي، ليش انا ما اكون برضه في المجسات. الكلام هذا تقريبا قبل 9 سنين او 10 سنين. بعدها حاولت انه انا اخذ اشرطه للجسيسين القدماء، امثال حسن لبني، سيد ابو خشبه، اللي متوفين لهم 40 50 سنه يعني. بديت انمي. كويس انه هذا التراث حفظ بصراحه، كويس. لا يعني انت برضه لو تلاحظ يعني لو ترجع لجده قبل 15 سنه ما في جسيسين كثيرين جدا، كان شبه مندثر بصراحه، قاعد ينقرض. ايه. فسبحان الله في ذيك الايام بدات الموهبه وبدات موضوع المجسات تاخذ حيز يعني. سبحان الله تقريبا ثاني حفل للزواج الجماعي كان اول مجس لبسام، الزواج الجماعي اللي في جده. اول مجس تخرج فيه على الجمهور. اي، امام الامير عبد المجيد. كان اول ولا كان معك؟ لا، كان معي فيصل طبعا. كويس. تمام. فسبحان الله حتى لما مسكت الميكروفون يعني قدامك امير اسمه ملكي، الميكروفون اقول لك ساكت يعني جسمي كله تنافض. طب لو جيت جنب فيصل عشان تسند عليه. فيصل قاعد يضحك عاد. فالحمد لله يا رب لك الحمد، شقينا من هذا الباب يعني مجال المجسات، من ثم مجال الاستوديو وكذا. كويس. خلينا نجي بقى الاستوديو بعد الاتصال هذا وارجع لك. تفضل ليلى. تفضل يا ليلى. شكلها الطفل هذا يحب المجس حقي. ليلى معنا ولا راحت؟ ليلى معنا ولا راحت؟ طيب راكان، تفضل يا راكان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الحمد لله. تفضل يا راكان. أبي أقرب نشيدة إلى قلبه. إلى قلبه. إلى قلبه. أقرب نشيدة إلى قلبك. أقرب نشيدة إلى قلبك. طيب خلاص نلبي لك الحين. أبشر أبشر. راكان يطلب أقرب نشيدة لقلبك، هذه راح أرجع لك بعد شوي. أقرب نشيدة للقلب. أقرب نشيدة ولا مجس ولا اللي تحب. طبعا تقول كان هذا أول خروج. طبعا أنت أتوقع أنه خدمك خروجك على المسرح في المدرسة. ترى الجمهور صح كان صغير، لكن ترى مهم البدايات هذه. لا الحمد لله يعني في قضية المسرح حتى شاركت في والمسرح طبعا. أيوة المسرح سبحان الله، الإنشاد والتمثيل كان في نفس اللحظة. هذا ساعدني كثير إنه أخرج أنا يعني مولي على مستوى المدارس، على مستوى إدارة التربية والتعليم. وبالتالي توسع دائرة الجمهور حقك. نعم. طب ليش هنا يوم جيت عند أمير حسيت بربكش؟ عشان أمير فيه ولا؟ أول مرة بطلع قدام أمير يعني أشوفه دائما في التلفزيون. الآن على الهواء. أيوة على الهواء مباشرة. صعبة شوي. الحمد لله يعني رب لك. توفقت فيها. وكانت طبعا في الحفل ذاك اللي أنت حضرته وأدائك إن شاء الله أتوقع إنه أداء كان ممتاز وكويس. والله في حياتي ما أديت زي هذاك الأداء. طبعا جدا قوي. عشان في أمير طبعا. لكن هل وجدت تشجيع وحافز من الناس سواء الحضور؟ لا في الحمد لله يا رب لك الحمد يعني. لقيت إنه والله في إقبالية، بس أنت صوتك جميل يعني، حاول إنك تبدع في موضوع المجسات أكثر. كويس.
وتعمقت في الموضوع اكثر. خلينا ناخذ خالد ونرجع. خالد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مرحبا. كيف حالكم؟ الله يحييك يا خالد. حياك الله مجيدنا بسام. خالد من جدة يقول حياك الله. حياك يا ابو خلود. اقول مجيدنا بسام، طب الحين يعني واحد مثلا عنده موهبه في الانشاد ولا حاجه زي كذا، نعم. طب ايش الحل الوحيد؟ انه لازم يروح استديو ولا شيء، ولا يعني في المشاركات العاديه مثلا في المدرسه؟ عارفين كل المنشدين ما شاء الله طلعوا في المسرح وفي البدايه يعني طبعا. في المدارس، بعدين في الخطوه لما يكبر يعني ايش يسوي؟ يروح استديو وينزل يعني اشياء عنده ولا ايش الحل؟ لا هو اذا كان اول حاجه موضوع انه خالد والله لحظة. خالد حياك الله. معك. أنت أظن عندك موهبة في النشيد ولا لا؟ اي والله. طيب سمعنا شوية عشان سمعنا نقيم، شوية؟ عشان يقيمك الأستاذ بسام. تفضل طيب يلا بسم الله. سمعنا. مو مجاز طبعا، يعني اي حاجه ثانيه. طيب طيب نشيد تفضل. طيب بسم الله. دلني أين الطريق للمعالي يا صديق، دلني حارت خطاي في بنيات الطريق، قد بدا للقلب نور وابتدى طهر الشعور، قد بدا للقلب نور وابتدى طهر الشعور، بانعسى ساعات كثير. يعطيك العافيه. شكرا أخوي خالد، حقيقة صوت جميل، وراح تسمع تعليق الأستاذ بسام. شكرا. اولا يعني خالد لا خلينا ناخذ تولينا وارجع لك. تولينا طيب تفضلي من أبها. تولينا لا زالت معنا؟ الو السلام عليكم. السلام، تفضلي. السلام عليكم. تفضلي يا تولي. اولا اطلب من الضيف انه يقرا صوره من صور القران بصوت الشيخ السديس. طيب والطلب الثاني ولا واحد طلبه؟ لا بس طلب واحد. طيب شكرا لك. كثرة الطلبات. طيب تعليقك على خالد. خالد عنده باور حلو، ما عنده ركوز في اللحن، لكن بالممارسة بيتمكن. موضوع انه والله يروح استوديو او فين يروح؟ وين يمارس؟ هذا الاشكال. هو الاستماع، اول ما تستمع للشيء المعين يعني. كنا زمان لو يعني ايام التحفيظ كنا نستمع للمحاضرات وكنا نحفظها عن ظهر القلب يعني. ما شاء الله. تمام. والحفظ يعلمك كيف تلقي، يعلمك كيف تعيش روح الكلام، وتتقمص يمكن نفس الصوت ونفس الدور ونفس الشخصية. ايوه، فاحنا نضطر انه والله نتقمص الشخصيه. يعني يا دكتور هذا القرني لا تحزن يعني كنا ملمين بهذا المواضيع. موضوع برضو الانشاد، الاستماع لازم انه اسمع للمنشدين، اسمع اللي تحس انهم والله ما شاء الله تبارك الله عندهم خامة صوت حلوة، اسمع لهم، اكثر من الاستماع. لما بتكثر من الاستماع حتطلع لك نغم جديد، عرب جديدة. انا افتكر يعني في بداياتي سمعت نغمة للشيخ مشير الأفاسي في القرآن، تمام، في سورة يوسف. حتى قبل فترة نزلتها من الانترنت، وقلت لواحد صاحبي اسمه سلطان، قلت له سلطان شوف هذه النغمة قعدت فيها 6 شهور وانا احاول احاكيها واقلد. ممكن كانت نغمة غريبة جدا كذا يعني. القرآن سبحان الله كان يتلوها الشيخ مشاري بطبقة عادية جدا، وفجأة قال النغمة هذه، الله كيف قالها، حاجة غريبة يعني. طلع كذا طلع. ايوه. فقعدت والله 6 شهور بالضبط لين ما جبتها. فالاستماع برضو يعني كثر الدق فك اللحام زي ما يقول. طب كويس. خلينا نلبي طلب الاخ اللي قبل شوي. الاخت. اي آية قرآنية. اي بصوت مين؟ سديس تقول. بصوت السديس. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة
ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أنا رحت طبعا للشيخ علي جابر. غنى الحجاز. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ما يحضرني حاليا الشيخ السديس، يعني حبيت نكمل الآية. سحبت عليك النغمة الحجازية خلاص. ممكن. طيب خلينا الفن الحجازي والنمط الحجازي له أنواع وأشكال ولا هو نمط واحد وشكل واحد ونوع واحد؟ أنت قلت الفن الحجازي، أنت ما قلت المجس الحجازي. طيب كويس. الفن الحجازي له أنواعه طبعا، له يعني. تبغى نحصر على المجس ايش رايك؟ لا. طيب كويس. ما ينحصر على المجس. طيب إذا نوسع الدائرة. إيه. طيب. يعني الحجاز عبارة عن جدة، مكة، الطائف. ترى أنا من مكة يعني أنا متعصب مرة. هي المناطق الساحلية تعتبر تمام. في المناطق الساحلية كلها تعتبر من الحجاز. إن قلنا لون أهل رابغ وأهل ينبع إيش هو؟ عندك الخبيتي وعندك الانبعاوي اللي هو البحري. أي هم يتميزون بهذا. أي يتميزون بهذا اللون، هذا لون حجازي. طيب كويس. أهل مكة وأهل المدينة يتميزون، أهل المدينة يتميزون بالمجسات الحجازية والدانات. كذلك برضو مكة بالمجسات الحجازية والدانات، وبرضو كذلك جدة. تقريبا المزمار مشترك. في كل مشترك يعني أصبح. بالرغم إنه أنا قرأت إنه المزمار أصلا هي لعبة إفريقية الأصل وليست حجازية، لكن سبحان الله بحكم إنه كانت جدة يعني ومكة وجدة ترى اختلطت بها الأعراف والأناس. أيوة. والأشكال يمكن. وغير كذا كمان يعني كان حج ومن الحج والناس يجوا، فانتقلت هذه العادة يعني وأصبحت إنه والله يعني كلام هذا قبل مئات السنين. يمكن هم ذواقة يعني أهل الحجاز عموما. أيوة طبعا، شافوا النغمة حلوة وعدلوا فيها وضبطوا فيها وحطوا فيها كلمات معينة ونغم معين خاص، يعني بدرجة في بعض الألحان في المزمار ما أنت عارف هذا المقام إيش هو. المقام هذا بيات، حسيني، سيكا، رصد، ما أنت عارف، تقعد طالع. إذا جينا للمجس برضو ممكن يختلف بين مكة وجدة يختلف. أنا كما يعني قلت إنه يختلف في لقاء سابق، قلت إنه يختلف في النغم. أهل مكة لهم نغمات معينة، يعني في النغمة يمكن بس في النغمة. وأهل المدينة لهم نغمة معينة متميزة يتميز بها، زي الشيخ عصام البخاري الله يرحمه الخير، مؤذن الحرم. البحة هذه تمام هي بحة أهل المدينة، يعني أي واحد أي شخص سبحان الله يمتلك هذه البحة يعني هذا أكيد من المدينة يعني. يصير مجسه أيوه تحسه كذا غريب يعني، حتى البحة غريبة شجنها. أيوه شجنها غريب. طيب خلينا ناخذ محمد ونرجع لك اسمع الشجنة. محمد تفضل. الو. اي نعم. 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 ممكن احكي موقف من المنشد؟ ايش؟ الو معلش اكلم المنشد؟ اي اسمعك المنشد تفضلي. تفضل حبيبي. الو معلش اتكلم من المنشد؟ يسمعك المنشد بس لا ترفع صوتك. هو قاعد يسمع من التلفزيون اظن. شكرا. راكان من الرياض تفضل. ريان عفوا تفضل يا ريان. ريان. عليكم السلام. اليوم الفايلين واختبارات خلصوا. وريان تفضل. بالمنشد اخر عمل سويت. نعم. بالمنشد اخر عمل سويت. اخر ايش؟ ما سمعته. اخر. طيب اخر عمل للمنشد. طيب ابشر راح نسال. هذه من ضمن العناصر اللي راح اسالك عنها خليها. المجسات قلت لي ان المدينه عندهم بحه كذا ونغمه معينه. نغمه معينه، وكذلك برضو اهل جده واهل مكه تقريبا مقاربين لبعض. تقريبا يعني نفس النغم او نفس خلينا نسمع مجس كذا.
في مقام اسمه مقام يعني أنا قبل ما دام جبت المقامات، المقامات لها تأثير في المجس خاصة لما أي لحن موجود في الدنيا هذه هو يتكلم عن سلم موسيقي ويتكلم عن مقام. أي لحن، فيعني أكيد إنه أي لحن هو مقام عبارة عن له قواعد وله فن وله أصول. والمنشد يستطيع يطلع من مقام المقام إلى مقام. يعني هذا المحترف أو المتمرس في الشيء، وقت بيقول لك أنا بخرج الآن من البيات للسيكا، بيقول لك أنا بخرج، تلاحظ إنه خرج خلاص، أنا بخرج من مقام كذا لمقام كذا. خلينا نسمع، تفضل. هذا مقام اسمه مقام شو اسمه هذا، الحراب، وهو من الرصد. ما لي أرى الكون، ما لي أرى الكون بالأعلام مزدانا، وما لنور الصفا، وما لنور الصفا قد بات يغشانا. أرى السعادة قد فاضت جداولها، تروي بماء المنى، تروي بماء المنى من كان ظمآن. يا سلام يا سلام. خلينا ننتقل مع الأستاذ بسام إلى، أنا قلت لي حوالي كم لك سنة يعني بدأت تشق طريقك من أيام يعني بعد حفل الأمير بدأت تبرز في الحفلات والأعراس. الحفلات والأعراس. طب أبرز الأعمال الفنية لك من يعني الأعمال الفنية، في عندي ألبوم مجسات، وبرضه عملت فيه دانتين حجازية. إيش المقصود بالدانة؟ خلي المشاهد يعرف. الدانة هي فن قديم، إيقاع، هو إيقاع نمط معين بالإيقاعات تميز بها أهل الحجاز، طبعا جدا صعبة يعني. دقتها جدا صعبة، فتميزنا بها في الحجاز احنا هنا كجسيسين وكمنشدين، تمام. وهو من الألحان تكون تراثية أغلبها، يعني في النادر من تلاقي إنه أحد والله لحن بالدانة. يعني مثالا في ألبوم أنا اسمه بسطت يدي، حاليا هو في الأسواق. جميل. عملت قصيدة للحج، عملت قصيدة اسمها الزينبية. الزينبية؟ عن ايش يعني الزينبية؟ أنا هي نصائح. كويس. تمام. يعني كما الشاعر اللي جاء مدح محبوبته عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مدح يعني بزينب وكذا، فبدأ بالنصائح، في كل بيت له نصيحة. نسمع منها شيء حافظ. يعني بيتكلم عن الصديق مثلا، في مقطع مرة عجبني أنا. واحذره يوما إذ أتى لك باسما فالليث يبدي نابه إذ يغضب. بيتكلم برضو أن لو ضاقت بك الرزق جميل. في مكان فرح في أرض الله واسعة، وإذا أصابك في زمانك شدة فرحل فأرض الله واسعة الفضاء فرحل فأرض الله واسعة الفضاء طولا وغربا شرقها والمغرب
والمغرب بهذا النغم. جميل، يعني هذا أحد الأعمال الفنية اللي صدرت لك اللي هو الألبوم. بهذا في الألبوم بسطت يدي. هذه قصيدة من الزينبية، وفي قصيدة أخرى عملتها للحج، يعني كمناسبة إنه عملناها للحج. وتقريبا 6 مجسات أو 7 مجسات ابتهالية. كويس، خليني أخذ دانا وأرجع لك برضه. دانا تفضل يا دانا. دانا على اسم دانا تفضلي. الو. نعم يا دانا. ممكن اطلب طلب من الشيخ من المنشد؟ طيب تفضل، ايش هو يطلب نشوف يذكر موقف من مواقفه الطريفة. طيب والله. طيب وش كمان بعد؟ في طلب ثاني؟ لا الله يعافيك. طيب معنا كمان عبد الله من جدة. تفضل يا عبد الله، حبايبك كثير والله اليوم. الله يحييك. عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور يا مرحبا. بعد شوي يصير مساء الخير. كيف حالك طال عمرك؟ الله يكرمك ويبارك فيك. أنا في الحقيقة أشكر المنشد على بداية على صوته، الشيء الثاني على حضوره وثقته على يعني أمام الكاميرا، وهو من الناس اللي يعني نرتاح لسماع صوتهم، والله يبارك فيكم جميعا. الله يكرمك، شكرا يا عبد الله، شكرا، هذه الإشادة منك يا عبد الله. تصدق الجمهور كأنه قاعد يقرأ حتى عناصر اللي محضرينها لك. لا اي سبحان الله. قبل شوي ترى سألنا أحد عشان ما نهمل أسئلة أحد إنه أحب انشودة أو مجس القلب كذا دائما تحس إنك تترنم فيه دائما كذا بلا شعورية، في السيارة وأنت طالع الدرج، في البيت، على البحر وأنت جالس اليوم شوف البحر وراك. طبعا تحس إنه كذا قريب لقلبك دائما. في طبعا مجس عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حقيقة أنا جدا أحترم كاتب هذه القصيدة يعني. يقول في طبعا هو مجس حجازي. تفضل. سلام من الرحمن ذو الفضل والكرم إلى خير مبعوث أرسلت للأمم، سلامي إلى من قال، سلامي إلى من قال للضب من أنا، فقال رسول الله أرسلت للأمم، اللهم صل وسلم. سلامي إلى من قال للبدر في السماء ألا فانقسم يا بدر نصفين فانقسم، سلامي إلى من قال لله أمتي أجرهم من النيران، قال له نعم، سلامي إلى من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو بذلك من ألام، سلامي إلى من أيد الله قلبه وأيده بالمعجزات وبالحكام. لا فض فوك صلى الله عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله يحشرنا في زمرته يا رب. اللهم امين. سامي تفضل يا سامي. السلام عليكم. السلام، مرحبا يا سامي. صباح الخير. صباح النور يا مرحبا. بس نبغى طلب من المنشد بسام. اطلب طلباتكم عمر، اليوم المنشد قدامكم، ما في مفر احنا جبناه حتى يعطيك العافية. الله يعافيك. إذا تبغى يروح الفرح عندكم زواج اليوم من المقامات اليمنية. نعم؟ إذا يعرف ينشد من المقامات اليمنية. طيب الله نقل جامد. طيب ايش كمان عندك طلب ثاني؟ لا بس يعطيك العافية. والله هذا نقلك نقلة برضو الإيمان من الحجاز، إذا في شيء نغمة.
في طبعا قصيدة أنا شاركت فيها في أنا بغيت أسألك، رحت اليمن في ملتقيات لا في قناة الشارقة. شاركنا في برنامج منشد الشارقة. في قصيدة شاركت فيها نمطها يعني هي من الألحان التراثية، بس كانت كلماتها للغزلية. فحولناها إلى التغزل بالجنان يعني. طيب كويس، يعني تمشي على خطين، اللي يبغاها كذا واللي يبغاها كذا. ممكن. طيب يعني أنا ما اصطلح بالكلمات الغزلية. طيب أنا جزاه الله خير الشاعر الأستاذ طلال الدبعي كتب لنا الكلمات هذه، يعني إن شاء الله تكون حلوة. يعني أنا والله ما أنا حافظ المقطع الأول يعني بس. طيب كفينا المقطع، تفضل. صادت فؤادي واعترتني انشراح، خيالها الغالي على البال لوح، أيوة لوح الله لطيف. فويتنه كم تهت في وصفها، سويحره يا حظ من نالها، سلعة ثمينة بس يبغى لها إخلاص بالطاعة وبعد المزاح، بلي بلا. ما شاء الله عليك. هذا من من الألغام الجمالية، المصور مبسوط معايا. خلينا نرجع برضو للأعمال الفنية. قلت لي عندك الألبوم هذا، طيب في شيء غيره في إن شاء الله قادم؟ في ألبوم اسمه يهنالي، هو من ألحاني طبعا، ألبوم كامل ما شاء الله. من أداء طبعا فيصل وبسام. ما شاء الله، الله يوفقكم. يعني قريبا إن شاء الله احنا بنعمل له حفل تدشين جدا ضخم يعني إن شاء الله بإذن الله. الله يوفقكم يا رب العالمين. أبرز المشاركات لك منذ حفل الأمير طبعا هو الانطلاق. والله أغلب المشاركات يعني كان في طبعا بعض الحفلات خارج المملكة. فين مثلا؟ في الإمارات. في برضه حفل من السفير السعودي في بلجيكا. جميل. طبعا في عندي حفلة إن شاء الله بعد كم شهر في كندا، زواج برضه. برضه عندنا الزواج الجماعي طبعا. لكن مع السفير في بلجيكا لما رحتوا العرب طبعا سمعوا منكم هذا ولا في احتفالية خاصة؟ لا، هي كانت زواج ابن السفير السعودي. طبعا كان فيه سواء مسلمين وغير مسلمين، عرب وغير عرب موجودين. هل وجدت في تأثر بعضهم معجب بسماع الترنيمة هذه والنغمة؟ يعني واحد بيقول، يعني انا ما بعرف بيتكلم لكن فسر لي تاخذ لغة انجليزية عشان مو يا ريت انهم يتكلموا انجليزي، لو انجليزي كنا خارج لحالنا. تمام، لكن ولا يتكلمون فرنسي بعد. مخلوط بين الفرنسي وبين مش عارف شيء ثاني يعني. يعني كأنك تتكلم اللغة العربية، احنا نتكلم الجداوية، اللكنة الجداوية، هو عندهم كذا يعني. طيب فما انت عارف ايش يقول وما راح تفهم. فالشاهد انه جاء هذا الادمي عمال يتكلم، انا طبعا ماني فاهم شيء وهو كذلك قاعد يقول له. تمام. جاني واحد قاعد يقول انه صوتك، يقول لك صوتك جميل، هذا ايش من انواع الفنون؟ تقول له هذا من انواع الفنون الحجازيه عندنا في المملكه العربيه السعوديه. فقال يا ريت تعطيني CD او حاجه اسمع بها. عملت، تقدروا تعملوا حاجه بالفرنسي بنفس النغم، بالانجليزي. يقول احنا بلشانين في الانجليزي هنا، يلا والله بالانجليزي يقول يلا يا بركه بس. يقول يلا يعني. قلت له والله قول يا رب. بالفرنسي ما انا ما اعتقد، مش عارف كيف لغتهم، ما كنت في حياتي جربتها يعني. الشارقه بلجيكا راح تروحون بعد فتره، قلت لي فين؟ في عندي حفله في كندا ان شاء الله. دول عربيه اخرى؟ ما رحت المغرب العربي؟ طبعا كان في مصر حفل، لكن كان زي ما تقول شغل بالباك، سجلنا لهم عمل وعرض في مصر وكذا. طبعا في الخليج يعني اغلب حفلاتنا تقريبا الخارجيه تمام كانت ما بين الامارات جميل وجده يعني والسعوديه. احد الاسئله طبعا عشان نلبي رغبات الجمهور، طبعا تحضر انت اعراس كثير وتعطون فيها مجسات جميله وتنشدون فيها، لابد مر عليك مواقف طريفه احيانا وربما محرجه حتى. نبغى نسمع كم موقف كذا طريف واذا في كم محرج. والله في موقف قبل كم اسبوع
كان ماني انا الى الان انا ماني عارف موقف اولا طريف ولا محرج؟ محرج وطريف يعني. طيب كويس. طبعا كان لقب العروسه او العريس كان جدا صعب، ما يجي حتى مع مو على ما يجي ينقال موال، ما يلزمه ايقاع او نمط معين في الايقاع نقدر نقوله، لكن يعني من قوه صعوبته اخذت القلم كتبته في يدي. يعني انا قاعد اكتبه في يدي، قاعد ياهو وانت جالس تمول؟ يعني قبل المجس جاء وقت المجس يا ربي تمم بالصفايا. بعدين جاء واحد قال لي مش عارف مين ايش بعتهم ايش ابغى اقول الاسم في فمي، صعب جدا صعب. يعني كل الحروف العربيه موجوده فيه. قول لهم دوروا كذا ولا كذا، شوفوا تمام. اقول لك يعني دوروا فخذ ولا ساق صار. قلت لهم العريس لقب العروسه كلهم يتكلموا مع بعض، لقب العروسه كلهم مع بعض. قلت لهم واحد يتكلم بس، واحد يتكلم دقيقه في نص المجلس. يعني المجلس عاده لازم تقولوا تفاعل من الناس وما توقف. صحيح. تمام. واحد قال انا مش عارف مين، ترى اسكت. والله كملت المجلس ما قلت اللقب. في الاخير قعدت كده بيني وبين نفسي، جاني واحد قال لي انا مش عارف مين، بدي احفظ. قلت مجلس ثاني وقلت اللقب. اول ما قلت اللقب تعال شوف القاعه كلها صفقت. انه الحمد لله الحمد لله قال اللقب يعني. فهذا كان من المواقف المحرجه اللي بنواجهها في موضوع الاسماء وكذا. برضه كان في موقف اخر، يعني كنا بنقول اسم العريس محمد، فجاه في الاخير طلع اسم العريس سلطان. اوف. مين محمد؟ قال دخل العريس. طيب ليه ما تكلمتوا؟ وانت جالس طول الموال المجلس ولا احد قال لك؟ محمد انت فيك والله يوفقك. ومحمد فرحان وسلطان في الاخير يعني بعد ما عقد قل له زوجتك وانكحتك مخطوبتك ابنتي، يقول له سلطان. قلت له انت ايش اسمك؟ قال لي سلطان. قلت له مين محمد اللي انا قاعد اقوله؟ هذا اخوي. البروتوكول والله العظيم يا خلاني اضحك. ربنا عدالك. انضرب العريس ذاك اليوم. طلعوا ناس اخيار يعني ما دقوا. لا هنا الحمد لله يعني، ولا وصيت فيهم عاد الحمد لله. عادة نريد المجس دائما في الزواجات، يعني البروتوكول حقه يكون قبل العقد ولا بعد العقد؟ لا هو على حسب العاده في الحجاز. اللي يجيبوه ولا اهل العريس ولا اهل العروس اللي يجيبوه؟ العاده انه اهل العريس يجيبوه هم رايحين عند بيت العقد. يا قلبي عليك. نعم تمام. طبعا في مكه عندهم المجلس اللي هو الصويت او المنشد. كذلك برضه في جده المجلس او الصويت او المنشد او كم مسمى له. تمام. في المدينه كان زمان في اختلاف، يعني كان في اهل العريس يجيب معاه جسيس واهل العروسه كذلك يجيب معاه جسيس. اوه. فلما نجي ايوه، فلما نجي اهل العريس بيتكلم بيقول لهم والله احنا بنخطب بنتكم لابننا فلان فهمت علي بهذا الشكل، فيرد عليهم الجسيس اهلا وسهلا بكم مش عارف، كله بمواويل. بالموالات طبعا. فيسموها في المدينه الخطيب والمجيب. فكان هذا الشيء اللي يميز برضه من المجلسات اهل المدينه، يعني يسموه هذه العاده عند اهل المدينه في الكلام. ما اظن ما زالت الى الان موجوده. أنا كم حفله حضرتها بهذا الشكل. لكن في جده ومكه لا هو جسيس واحد يعني يجيبوه معهم. يكون قبل العقد مثلا؟ طبعا قبل العقد يكون مجلس طبعا ترحيب، يكون مجلس للعريس، يكون مجلس لاهل العروس. بعد العقد طبعا دعاء لهم بصيغه مجلس طبعا. يعني كانك بتقول لهم بالتوفيق، الله يبارككم بخير ومش عارف، من هذا المصطلحات اللي فيها زي ما تقول قابليه للعرسان يعني. جميل. طيب خلينا نسمع منك شيء حصري لقناه المجد، شيء جديد لسه ما طلع. حصري يعني. والله انا في عندنا طبعا انت قلت لي انه في شيء اصدار ان شاء الله. في احنا ما نبي في عندي نشيد حينزل قريبا للدكتور لحمله ركاز للدكتور محمد العوضي. إن كنت أنا حابب أن أقول النشيد هذا ولا تبغى أقول نشيد من ألبوم؟ والله ودنا اثنين يعني. يا الله. طيب
لأن حقيقة جمهورك ودي يسمع. طيب طبعا في لكن النشيد. نسمع واحدة الحين وبعد شوي إن شاء الله نسمع منك الثاني. طيب شرح. أول نبدأ بنشيدة ركاز. طبعا السنة هذه حملتهم صحبتك سمعتك. فين راح يكون؟ هو على مستوى لكن أنت راح تشارك فيه في جدة؟ لا أنا مسمي النشيدة العالمية على مستوى العالم العربي أو المستوى العالم كله يعني. ما شاء الله. حيكون نشيد يعني حيكون معاهم طبعا في الألبوم إنشادي كامل. مشارك فيه أكثر من منشد. حلو. من ضمنهم الشيخ مشاري. حلو. من ضمنهم برضو فيصل. كم منشد برضو من المنشدين. أنا ما بعرف مين المنشدين المشارك بس أنا تقريبا اللي عرفت إنه مشاري وفيصل هم مشاركين في كويس. نعم. ناخذ سارة وارجع لك. طيب تفضل. عشان نريح كمان شوي. طيب. سارة تفضلي. سارة؟ الو. اي تفضلي يا سارة. عندي طلب المنشد. عندي طلب المنشد. ايش هو الطلب؟ قول. اسمعينا من الهاتف يا سارة لو سمحتي. سارة اسمعينا من الهاتف. طيب زياد من تبوك تفضل يا زياد. زياد تفضل. أظن البرد مسكر. زياد تفضل. زياد معنا؟ الو السلام عليكم. السلام. كيف البرد عندكم يا زياد؟ لا كويس. ما في برد؟ أنا شفت صوتك كذا شوية كأنك مخنوق من البرد. لا شوية كذا بس. طيب تفضل. أطلب من المنشد موقف حزين. أوكي. وإذا عنده أنشودة بالطرق الشامي. أنشودة بإيش عفوا؟ بالطرق الشامي كذا وباللحن الشامي. باللحن الشامي عشان قريب من الشام أنت كمان. ها؟ تبغى تسمع اللحن الشامي. ايوه. طيب إن شاء الله أهم شيء ما نثقل على ضيفنا. أو شيء الله لا يجيب الحزن لكن كذا موقف حزين أثر فيك. موقف حزين. ممكن أنا عندي صديق لي يعني زي ما تقول كانوا مقربين لي جدا يعني. فصار مشكلة وكذا وأصيب بطلق ناري. تمام من جماعته وكذا. فالكلام هذا قبل ما يقارب 8 سنين. فلما قبل حفل الأمير تقريبا 8 سنين. لا بداياتي كانت ذيك الأيام في الإنشاد وكذا. ثانوي تقريبا. والعاطفة جياش وصديق قريب القلب. أيوه. الله يرحمه اسمه ريان. فجاء قال لي يا بسام أما لو مت أنا أرجوك يعني سمي ولدك باسمي. فكان هذا يعني كل ما أتذكر يعني إنه أنا بيجيني دحين إن شاء الله مولود أما قريب. يرزقك الله. ما أنا ما أعرف إن كان ولد وإن كان بنت لكن كل ما أتذكر إني راح أسمي ولدي ريان والناس كلها تعرفني أبو ريان. أهم شيء يعني. أهم شيء ريان تكون معك ديمقراطية تقول لك سمي. أهم شيء لا تسمي. هي سمت البنت خلاص. أنا عندي بنتي لا الله يحفظها. أنت عندك البنت وأنا عندي. خلاص. طيب كويس كذا حبايب. فهذا كان من المواقف الحزينة يعني إنه فقدت أخوي أنا أعتبره يعني. الله عموما إحنا نقول الله يرحمه ورحمه الله يرحمه في هذا اليوم. النغمة الثانية قال يبغى إذا في شيء في بالك شامي. والله أنا الدبكة أظنه عندهم هم. كالنغمة الشامي بالضبط ما يحضرني لكن ممكن أقول يعني هل أنت تعودت عليه يعني في أو سبق قلته؟ قلته لكن ممكن أقول له كموال ممكن لو كان أمكن. طيب. ممكن هذا الموال يعني ما بعرف هو شامي ولبناني ما بعرف يعني. المهم انه شامي. هو الشام تقال لكل شيء. الشام تطلق على كل شيء. عاد وزعه هو بطريقته. طيب تفضل. براحته. ولما
من كتب اسمك على عمري شجن، ولما انكتب اسمك على عمري شجن لقيت زهرة عربشت بشفال. يا سلام. يعني كان طبعا انا ماني فاهم ايش الكلام، لكن حاولت اني احفظه بالدقه بس ماني فاهم ايش الكلام. شامي قوي هذا تعب حنجرك شوي، لذلك راح نريحك ونطلع فاصل. طيب تفضل. تاخذ راحتك شوي. الان نطلع ايها الاخوه المشاهدين الى فاصل، وهي همسه مع الشيخ سعد العتيق. اهلا وسهلا بكم من جديد. حلق بنا المنشد بسام حقيقه والمجسي الحجازي اذا صح التعبير في اجواء رائعه وماتعه، والجو اليوم في غاية الروعة، ولذلك وافق أن يكون معنا هذا الصوت العذب الشجي بصراحة اليوم جميلة اللي يمتعنا بهذه الأشياء، ولذلك لازلنا معهم في الإمتاع. ونريد نسأل سؤال مباشر، وقد سألوا بعض الإخوة ما هو الجديد عند بسام، جديدك القادم؟ طبعا الجديد القادم إن شاء الله ألبوم اسمه يهنالي. يهنالي هو من زي ما قلت لك من الحاني ومن أداء فيصل لبان وبسام لبان. وأنتم إخوان طبعا. واحد جاي يسأل يقول إيش علاقة فيصل فيصل هو أخي من أمي وأبوي يعني. ما شاء الله. تمام. عشان في بعض الإخوة يعني في حفلة أكثر من مرة بيسألوني يا أبويا فين أبوك؟ أبوي تعرف أبويا؟ قال لهم أبوك فيصل لبان. قلت له يا ابني كبرت ولادي ترى عمره 35 36 سنة حرام عليكم. هو أخويا. هو أخويا ترى يا جماعة. فالبومنا القادم ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك احنا بنعمل له حفل تدشين عما قريب ان شاء الله باذن الله، و ان شاء الله انه يعجبكم انه الالبوم فيه الحان متميزه شوي. احنا راح نسمع منه شيء حصل لكن خليه في اخر الحلقه. طيب. قلت لك عندك مشاركه مع ركاز ولا لا؟ في مشاركه مع ركاز طبعا. هي من كلمات الشاعر عبد الصمد، ندلعه صمده يعني. هو شاعر مكة. صمده أعرف إنه لاعب في الوحدة كان. وشاعر مكة طبعا، أوجه له أكبر تحية. تمام. من كلماته طبعا، من ألحاني طبعا. شارك معي في الكورال وفي الأستاذ نبيل حميم. نبيل حميم. نبيل حميم نعم. كويس. أخو المنشد أمين. وكذلك الملحن علي خضير، كذلك الأستاذ سلطان صالح. شاركوا معي في الكورال وفي في العمل. طبعا وزعناه طبعا في مصر. كم شخص هناك من أصحابنا برضو والله ما يحضرني الأسماء، لكن أوجه لهم كل الشكر والتقدير. هذه النشيدة طبعا إن شاء الله أنها تطلع حلوة يعني في الألبوم. بصحبتك إما تكون راعي وفا ولا تهون، بصحبتك إما تكون راعي وفا ولا تهون، تعرف بها كيف الطريق كيف الرحيق يملي العيون، تعرف بها كيف الطريق كيف الرحيق يملي العيون يملي العيون، وصحبتك هي سمعتك لو صاحبك طيب تطيب، أما الخوي وخردي منقود وما ينفع حبيب ما هو بحبيب، وصحبتك هي سمعتك لو صاحبك طيب تطيب، أما الخوي وخردي منقود وما ينفع حبيب ما هو بحبيب. يا سلام. هذا مقطع منها يعني. بصراحة هذه تثير في النفس كثير من الشجن، لأنه للأسف اسمح لي أقول للأسف أنه الساحة الإنشادية تزخر بكثير من المنشدين، واللي ربما بعضهم أحيانا يزعم الأخوة والصداقة معك، لكنه قد يكون في قلب الشيء عليك
الغل أو الحسد، وهي من الصفات بصراحة الذميمة اللي تتعب صاحبها قبل أن تتعب الآخرين وتحرق صاحبها. نعم. هل في جعبتك شيء عن الحسد ولا عن الغل والبغضاء؟ نبغى نسمع بصراحة، لأنه أحيانا النشيد يوصل هذه المعاني بأسلوب جميل وماتع. في شيء في عندك؟ طبعا نشيد من كلمات الشاعرة نجاة الماجد عن الحسد. حلو. طبعا هي ان شاء الله عما قريب حتكون في الساحه، انا حاطها بس يعني ما نقول انه سنجل قوي، سنجل بسيط يعني في موقعي. تمام. اشوف اراء الناس يعني كيف في النشيد وصداها. ايوه. هل ابدا انفذها كشغل جامد سنجل عشان الناس تنطرب فيها. جميل. طبعا سبحان الله النشيدة هذه كان أول بدايتها كان مجس لبرنامج في إذاعة جدة. تطورت الفكرة خليتها نشيد. طيب قبل ما تقولها كان لها صدى جدا قوي. شكل النغم اللي أول شوي كان قريب العراقي فجانا واحد من العراق، خلينا نسمع نشوف. تفضل. أبو محمد من العراق تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. نشكر المنشد ونشكر تلفزيون المجد. يا مرحبا تفضل. المنشد عنده شيء يعني بالمنطقه المدينه المنوره قارئ يعني الانشاد المنطقه المنوره مدينه منوره. تبغى تسمع منه شيء اذا كان عنده شيء حق المدينه المنوره؟ اي نعم نعم. طيب في طلب اخر؟ لا والله بشكركم، واحنا من اقليم كردستان العراق. شكرا. هذه تحيه لكم يا حقيقه اخواننا في العراق. سعود من العراق تفضل. سعود من الرياض، هذا من حبنا لاهل العراق. سعود من الرياض تفضل. السلام عليكم. السلام، مرحبا. صباح الخير. صباح النور، مرحبا سعود. كيف ممكن نتكلم مع المنشد؟ ايه اسمعك المنشد. تفضل حبيبي، حياك. كيف حالك استاذ بسام؟ الله يرضى عليك حبيب قلبي. بس انت عندك في الفيسبوك موقع؟ عندك على الفيسبوك موقع؟ عندي صفحتي في الفيسبوك. اكتب بسام لبان يعني او اكتب الموقع الرسمي للمنشد بسام لبان في الجوجل، طبعا يطلع لك على طول الموقع تبعي. وفي تقدر برضه تخش على صفحتي في الفيسبوك، كذلك في صفحتي في اليوتيوب. ان قدرت انك تكتب برضه في اليوتيوب بسام لبان او بسام اللبان يطلع لك كل الاعمال تبعي وكل كل ما قام به بسام يعني بمعنى صح. شكرا، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا سعود. العراقي لهم حق نلبي طلبهم اذا عندك شيء. يبغى شيء بنغم اهل المدينه او شيء بنغم اهل المدينه او مجس او عن المدينه مثلا. ما يحضرني شيء عن المدينه. انا قلت يعني قبل شويه موال للمصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. بس انه كموال او كنغم اهل المدينه، المدينه ما عندها الا المدينه يمكن نغمتها قريبه من مكه والحجاز، يمكن فقط في البحه اللي انت ايوه نفس النغم نفس طيب. الفكره يعني. خلينا نرجع لموضوع الحسد اذا تسمعنا شيء. موضوع الحسد اللي قلت لي موضوع الحسد. هذه النشيده طبعا ان شاء الله يكون صداها حلو يعني من عندكم. يا من يرى في نعمتي بلواه، وإذا حزنت فكربتي سلواه، لا يرتضي لي أن أعيش مكرما، فالخير لا ينبغي لسواه. إنما جفني راحة وسكينة، ما نام من فرط الأسى جفناه. أقواله داء يثير مواجعي، إن أظهر المكنون أو أخفاه. وإذا رأى فضل الإله يحوطني، صابت نعيمي بالأسى عيناه. هذا الذي ملأ الفؤاد عداوة
من حده الأقصى إلى أقصاه، حمل الهموم لنفسه من نفسه، أواه ما أشقاه في دنياه، كل الذي قد كان من حسناته نار التحاسد أحرقت جدواه، يا حاسدا لي أنت تعصي خالقي وتطيع شيطانا عصى مولاه، أولى بك عودا إلى المولى وأن ترجوه عفوا تهتدي بهداه، تخشع بسرك تجهرن بدعوة فهو السميع مجيب من ناداه. سبحانك يا رب. خليني أسألك أسئلة سريعا، الوقت معنا. ما شفناك في ألبوم مصور، يعني كليب، فيديو كليب، ولا ليش؟ إجابات سريعة. حقيقة الموضوع على بلاطة مكلف. ها؟ مكلف؟ لا، هو الكليب مكلف الآن في الوقت الحالي، لأنه يعني أنا في لقاء شفته للشيخ مشاهير العفاسي بيقول إحنا لازم إنه إحنا نطور من هذا الفن الإنشاد الجميل. لما نسجل في استوديو لازم يكون أفضل أنواع التسجيل، لما بنصور في كليب لازم يكون أفضل أنواع الكاميرات. فإحنا يعني لو جينا بنصور كمنشدين بنصور كليب، الكليب طبعا بيخش على 70-80 ألف ريال. يعني باختصار الداعمين تمام، قلة. الداعمين جدا قلة، ما هم متشجعين. يقول لك يعني رسالة توجهها لهم. والله هذا فن، يعني كما هو الفن الغنائي، تمام، اللي ربما ما يحقق رسالة ولا هدف. ما في، كل رسالة أحبة وحب وغرام. لكن هذا النشيد، يعني هذا النشيد في رسالة للوالدين، في رسالة لحب الله، يعني يحقق جانب وعظي وجانب يا تربوي قلبي نفسي. فهذه من ناحية ممكن الله عز وجل يعني يتقبل بها عنده، انه والله قدمنا حاجة. ممكن بسبة نشيدة وشاف كليب واحد صحيح. عاق بأمه وأبوه، ممكن يشوف هذا الكليب يعني بالدنيا وما فيها حطينا بصمة في حياته، لكن يقول لك لا. يعني الحمد لله احنا في الوقت الحالي انا وفيصل اخي جبنا كاميرات واشترينا كل شيء لنفسنا احنا. ربي يوفقكم. تمام، فوقت ما نبغى نسجل كليب بنسجل. طيب ربي يوفقكم. اللهم امين يا رب العالمين. نبغى نسمع شيء حصري اليوم جديد، وراح يكون هو الختام به التتر ان شاء الله. لكن قبل ما تبدا خليني اشكر الجمهور واخلي لك المايك. خلاص؟ طيب. الان ايها الاخوه المشاهدين وصلنا الى نهايه المطاف حقيقه، ومر الوقت سريع بصراحه، لان الضيف معنا ضيف ماتع ورائع وجميل بصراحه، صاحب صوت ندي. اترككم مع هذه النشيده الختاميه التي يختم بها هذا الحلقه. طيب، ما دام انه قلنا على الام والاب وكذا، فخلينا نقول على الام. يا سلام، قول لي. امي يا حنونه، امي يا عطوفه، امي يا حنونه، امي يا عطوفه، امي نبع الحنان، امي دفء امان، امي نبع الحنان، امي دفء امان. امي يا حنونه، مين زيك سهر الليالي، مين زيك صلى ودعالي، مين زيك سهر الليالي، مين زيك صلى ودعالي. ضميني وعيشي لي يا أمي يا حنونة، انت الحياة انت الأماني، انت الفرح انت في بالي.
ما أنسى حبك لي يا أمي يا حنونة. أدعي ربي يحفظك طول السنين، يجعلني طايع ليك رب العالمين. أدعي ربي يحفظك طول السنين، يجعلني طايع ليك رب العالمين. يا روحي يا نيني يا أمي يا حنون